طبعا يا ولد قبل لا نبدا بالفيديو لازم تعرف انا محتواي الاساسي ببجي موبايل، لا انبوكسنج ولا شيء. بس انا يا ولد احب اشارك لكم نصائح قبل ما تشتري جهاز ويغلبونك، يعني يغلبونك بالذاكره، لو يغلبونك بالشاشه المبدله، لو الجهاز مو امريكي يطلع اوروبي لو صيني وراح تنغلب. فيا ولد يعني اعذروني على الفيديو البسيط، بس صدقني راح يفيدك كل شيء هواي بالنصائح مالاتي. السلام عليكم والله شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. طبعا يا ولد اليوم اشتريت ايفون 14 برو ماكس، وراح اعطيكم معلومات شلون تعرفون اذا جهاز امريكي لو مستخدم لو مبدل له شاشه. طبعا اول شيء يا ولد انا الجهاز هذا اشتريته مستخدم قليل طبعا. مثل ما تشوفون يا ولد ذي المعلومات مالته، هذا هو ايفون 14 برو ماكس، ذاكره 256 جيجا. طبعا مثل ما تشوفون الكرتون مالته مفتوح، انا اشتريته مستخدم صار له شهر. طبعا هسه راح افتح قبالكم. وشين هاي مرعبل صاير. طبعا احلى شيء من تفتح اللزقه مالته، بس مثل ما تشوفون الجهاز مستخدم اللزقه مالته كلك. مثل ما تشوفون هذا لون بنفسجي في كاميراته. راح افتح قبالكم هسه. طبعا يا ولد الجهاز كلش ثقيل، وزنه تقريبا فوق الربع كيلو. هسه راح ادخل الرمز. طبعا راح اجرب لكم بالبوبجي همه، اراويكم ال90 فريم مالته والاداء مالته هم بالبوبجي. بس اول شي نروح على اعدادات، تروح على عام، حوله. ما تشوفون هذا رقم النموذج، اذا طلع لك حرف اي هنا يعني هذا امريكي، اذا غير شي معناته اوروبي او صيني او مستعمل، فقبل تروح تراجعه. مثل ما تشوفون هذا الضمان بعده موجود، يعني الجهاز يعني تو مستخدم. وهسه تروح للبطارية، مثل ما تشوفون هاي البطارية، تروح على حالة البطارية. مثل ما تشوفون البطارية مالته 100. وهسه تروح على عام ومساحة تخزين ايفون، مثل ما تشوفون 256 جيجا. ذين الشغلات لازم تتأكد منهن كلهن بالبداية من تفتح الجهاز. وراح اعلمكم طريقة شلون اذا تعرف الشاشة مبدلة لو لا. تفتح الاشعارات، مثل ما تشوفون هذا الاشعار مال الاضاءة، تظل ضاغط عليه يطلع لك ذين 3 خيارات جوا، اذا مبدل له شاشة يطلع لك خيارين. وهسه راح ادخل على البوبجي واراويكم الاداء مالته. طبعا الجهاز كل شي ما يجي وياه، بس هذا واير. الواير هذا الاصلي مالته مال الايفون، اللي هو يجي ايفون بتايب سي. لازم انت تشتري له شاحنه، وانت تشتري له حافظه، وانت تشتري له لزقه وكل شي. المهم يا الربع، مثل ما تشوفون هسه نروح على الاعدادات، على الرسومات، 90 اطار في الثانيه. بس راح اشكل له اول شي الكفر، نبدا نلعب براحتنا. اوكي هذا قبالكم شوفوه. هسه نروح ندخل جيم مستودع. Blue team has scored for the first time. Target down. Nice shot. Kill. منين طلعت لي انت؟ Clear. Reloading. Enemy down. Nice shot. Clear. Expired. Clear. Killing spree for the blue team. Target down. خلص سلاحي، خلص سلاحي حرامات. Cover me. Dead.
كنا طبق حجي. No mercy! Killing spree for the blue team! Dead! Reloading! Red team victory! يعني كانت 19 واحد وغلبونه. يعني كانت 19 واحد وقتلونه. طبعا يا ولد اعذروني على اللعب لان انا لاعب ايباد 11 برو مثل ما تشوفون. هذه هذا وين وذاك. طبعا يا ولد الباكيت لازم تحتفظون به. خاف تبون تبيعونه شيء. الايفون ما يسوى شيء بدون الباكيت. اوكي. يعني هذه نصائح مالاتي اللي اعرفهن اعطيتكم اياهن على مود تستفادون منها وشفتوه انتم بالبوبجي. فاذا تحتاجون اي استفسار راسلوني بالانستغرام تلقون حسابي بالوصف واجاوب الكل انا. اوكي يا ربع. ولهنا وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى عجبكم. فطونا لايك واشتركوا بالقناة اذا عجبكم محتواي.